أهلا بكم من جديد. النهاردة عنوان الفيديو بتاعنا طرائف عن العلاقة الحميمة أو معلومات جديدة. يمكن في كتير مننا رجالة وستات ما يعرفوهاش، يعني أنا منهم. يعني في حاجات هنقولها دلوقتي تقريبا أول مرة أسمعها. هما 8 حاجات. هنقول واحد، إن في زوج من كل 4 أزواج بيحبوا إطفاء الأنوار. يعني ربع تقريبا الأزواج في العالم بيحبوا النور يكون مطفي أثناء العلاقة الحميمة. 2، ممارسة العلاقة الحميمة بكثرة. يعني في كتير جدا بيحبوا يمارسوا العلاقة الحميمة بسبب المتعة اللي فيها بشكل مستمر وبشكل كبير. هنقول بقى البعد فترة طويلة بين الزوجين بقى بيزيد الاشتياق وكل حاجة، لكن ليه أضراره. أهم ضرر هنقول يمكن في ناس كتير مننا ما يعرفوش، هو إن بيحصل انخفاض الحيوانات المنوية للزوج. طبعا احنا عارفين إن نزول الحيوانات المنوية بيخلي الجسم يفرز غيرها بشكل نشط وبشكل قوي، فبالتالي البعد فترة طويلة بيخلي الحيوانات المنوية عددها يقل، وده بيأثر على الإنجاب بعد كده، وبيحصل مشاكل في الإنجاب ما بين الزوجين أو عند الزوج بشكل خاص. يعني هنقول رقم 4، العلاقة الحميمة بقى بالنسبة للزوجة. وطبعا الزوجة اللي عايزة تخس بتنقص الوزن بشكل كبير على فكرة. تخيلوا معانا إن العلاقة الحميمة بتحرق 200 سعر حراري، بس طبعا لازم تكون العلاقة الحميمة فيها أوضاع كتير مختلفة ومجهود يعني بيبذل عشان يحصل الحرق دوت أو نوصل لل200 سعر حراري دوت، من غير بقى رياضة ومن غير الكلام ده. العلاقة الحميمة في حد ذاتها بتحرق 200 سعر حراري، فبالتالي بتنزل الوزن بشكل كبير عند الستات، يعني لو واظبوا عليها بشكل مستمر طبعا في نطاق الزواج طبعا وفي الإطار الشرعي بتاعه. هنقول إن خامس حاجة، ودي من الحاجات برضو على فكرة المهمة جدا 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 بالنسبة للستات برضو، البروتين الموجود في السائل المنوي. تمام. بيديلك تأثير كريمات شد البشرة وتقليل التجاعيد. يعني تخيل إن المعلومة دي طبعا أول مرة أسمعها، إن السائل المنوي فيه بروتين معين ده بيعمل على شد البشرة، فعشان كده تلاقي الست اللي هي بتواظب بشكل في سعادة طبعا واشتياق العلاقة الحميمة، إن هي في نضارة في وشها وفي كده بتمنع طبعا ظهور التجاعيد وخطوط الوجه، فدي حاجة طبيعية وربانية. سادس حاجة، إن الدولفين والإنسان العلاقة الحميمة بالنسبة لهم للمتعة مش للتكاثر. طبعا ده مش معناه إن نتحول لحيوانات يعني، لكن طبعا في النطاق الشرعي ما بين الزوجين العلاقة الحميمة شيء لو للمتعة مفيش فيه مشكلة خالص، والمتعة طالما في إطار شرعي وحلال مفيش فيها أدنى مشكلة يعني. 7 حاجة دي تخص الرجل، يعني إن تناول الكرفس يزيد رغبة الرجل الجنسية ويقوي الانتصاب، يعني تقريبا فياجرا طبيعية. فالكرفس من الخضروات اللي هي مفيدة جدا للرجالة، وتعتبر مقوي جنسي طبيعي، يعني مفهوش أي آثار جانبية أو حاجة. 8 حاجة وآخر حاجة، هي تخيلي بقى عند وصولك لهزة الجماع اللي هي أقصى درجات المتعة الجنسية مع زوجك، جسمك بيفرز مادة اسمها الأندروفين. يعني دي من الحاجات اللي هي لها تأثير مسكن يعني للألم. فلو عندك ألم في العظم في الجسم عموما، بينتهي الألم ده تماما مع وصولك للنشوة الجنسية أو هزة الجماع. بس التأثير ده مش دايم، يعني التأثير ده بعد انتهاء الجماع على فترات كده بيبتدي يروح، فتبتدي تحس بالألم تاني. فبرضه دي من المعلومات الجديدة، ويا ريت نكون فدتكم بمعلومات جديدة. وكده ينتهي الفيديو بتاعنا، وتحياتي ليكم.